الفترة دي بيبقى جاي لك كده أسئلة كتير في دماغك، هو هلحق ألم بره الجامعة؟ هلحق أخش الجامعة اللي نفسي فيها؟ طب يعني أي حاجة، طب يا رب والله مش هيسيب. فإحنا دلوقتي هنعرف كل الإجابات دي، بس هنتفق على حاجة الأول. أول ما أقول الاسم عايزة المسرح يتركز فيه، تمام؟ هنسمع الإجابات دي مع حسن مصطفى. بدري ولا صحيح متأخر؟ الصراحة أنا صاحي من الساعة 6 الصبح الصراحة. بالنسبة لي تشفق عليا من دلوقتي. هو كفاية إن أنا في طب، دي أكتر حاجة ممكن الناس تشفق عليا بيها. أكتر سؤال اتسأل في تاريخ ثالثة ثانوي هو أنا هلحق أجيب مجموع ولا لأ؟ في ناس مذاكرة كويس بس مش عارفة مذاكرتها دي هتخليها تجيب مجموع ولا لأ؟ في ناس مذاكرة كويس بس ناقصها حاجات كتير ومش عارفة برضه هتلحق تجيب مجموع ولا لأ. وفي ناس لسه ما بقتش مذاكرة خالص، ودول أكتر ناس بتسأل نفسها فعلا أنا هقدر ألحق أجيب مجموع ولا لأ. أنا حسن مصطفى ثالثة طب، أحكي لكم تجربتي في ثالثة ثانوي، تجربة غريبة الصراحة. بس قبل ما أحكي لكم عليها، معظم الناس أول ما تسمع كلمة طب دي تقول ده دحيح بقى وكده. الحقيقة أنا ما كنتش دحيح، مش جو بقى داري على شمعتها تقيد وكده. بس في كتير عندنا في الكلية، في كتير عندنا في الكلية دحيحة وكده، بس في كتير برضو مش دحيحة وعلى الرغم من كده بيطلعوا مراكز كويسة على الكلية. الحقيقة أنا شايف نفسي إن أنا كنت شاطر مش دحيح، وهنا في فرق كبير جدا بين شاطر ودحيح. الدحيح هو اللي بيقعد يذاكر طول اليوم زي ما بيقولوا كده بينام على الكتاب. اما الشاطر هو اللي ممكن في 3-4 ساعات بتركيز يخلص نفس الكميه اللي خلصها الدحيح طول اليوم. طبعا كل ما زاد عدد ساعات المذاكره كل ما كان احسن، بس هي الفكره في كميه المذاكره مش في عدد ساعات المذاكره. وهنا ناس كتير قوي من ثالثه ثانوي بتقعد تسال، تقول الناس اللي قبلها جابوا مجموع وكده تسالهم تقول لهم اعمل ايه؟ اذاكر كام ساعه في المذاكره والكلام ده. فانا شايف ان السؤال ده غلط. السؤال الصح هو انجز كميه قد ايه في اليوم، مش اذاكر كام ساعه. وفي ناس برضو تلاقي تقول لك خلصت الكميه دي، خلصت الجزء ده في قد ايه؟ يقول لك انا خلصته في يوم ولا خلصته في يومين. ناس تقول لك مثلا خلصته في 8 ساعات. بس تيجي تساله تقول له الجزء ده يخلص في قد ايه فعلا؟ يقول لك لا الجزء ده خلصته في 8 ساعات، بس بينك وبين نفسك كده تقول انا كان ممكن اخلصه في ساعتين. احكي لكم تجربتي في ثالثه ثانوي. انا اول ما بدات ثالثه ثانوي او حتى قبل ما ابدا كنت حاطط في دماغي زي ما كل واحد فيكم كان حاطط في دماغه السنه دي جد مش هزار، وهذاكر اول باول ومش هفوت ولا درس، وهحل كل واجبات الدروس ومش هغيب ولا درس وكده. وفعلا عملت كده، بس اول اسبوعين بس. ومع الوقت فعلا عملت كده. الناس افتكرت خلاص ان انا جبت خلاص جبت 102%. عملت كده اول اسبوعين بس، ومع الوقت ابتدى الحماس يقل، واصحابي طب يلا تعالى نروح نلعب كده ساعه كوره، هي الساعه دي هي اللي خلاص هتفرق في اليوم. فعلا كانت بتضيع اليوم كله. وناس تانيين طب يلا تعالى نلعب دوري بلاي ستيشن كده صغيره كده. انا عارف وانا بقول الكلام ده ناس افتكرت الاشخاص اللي قالت لهم كده فعلا. وخروجات وكده. فكانت المحصله بالنسبه لي، انا شايف على فكره، انا مش شايف ان الخروجات ولعب الكوره والبلاي ستيشن والحاجات دي غلط، بالعكس انا شايف حاجه كويسه. جرب كده قول انا هخلص كميه كبيره من المذاكره في اليوم، وبعد ما اخلصها هروح العب مثلا ساعه كوره. هتلاقي نفسك خلصت الكميه دي ممكن حتى قبل ساعه كوره بفتره كبيره. بس في نفس الوقت جرب كده قول انا هخلص الكميه دي الكبيره دي في اليوم، بعد كده مش هعمل حاجه عادي.
هتلاقي نفسك ممكن تخلصها، وفي نفس الوقت برضه ممكن تيجي مثلا تبقى حته صغيره في الاخر تقول طب خلاص بقى تكسل تقول طب انا خلاص هذاكرها بكره، طب مش مهم. انا شايف ان الحاجه دي بتساعدك على المذاكره، بس هي المشكله ان احنا ما بنجمعش بين الحاجتين. انا يا اما قاعد بلعب وبخرج وكده، يا اما قاعد بذاكر. المحصله بالنسبه لي ان انا كنت من اول ما بدات دروس لحد اخر شهر 12 تقريبا ما ذاكرتش ولا ماده غير ماده واحده، ومجرد بس اول كام درس اللي هم كانوا الحماس بتاع اول اسبوعين بس. طب هعمل ايه؟ وطبعا احباط وخلاص فاضل نص السنه تقريبا راحت. في ناس اكيد مستغربه انت ازاي نص السنه راحت منك ودخلت طب؟ انت اكيد بقى دخلت بالغش. لا الحقيقه ما دخلتش بالغش، انا كنت الوحيد في اللجنه بتاعتي اللي دخلت طب، الوحيد اللي عديت 95% اساسا. في المدرسه بتاعتي كنا 3 بس دخلنا طب، كنت انا في اللجنه بتاعتي و2 محمد كانوا في لجنه ثانيه. طب انت اكيد بقى كنت بتغش بقى من الموبايل. لا الحقيقه انا الموبايل اللي كان معايا في ثالثه ثانوي كان موبايل ابيض واسود، كان اصيع حاجه تتعمل عليه تلعب بيه الدوده، لعبه الدوده. بس هو ده ما كانش الموبايل بتاعي. الموبايل بتاعي انا كنت من الناس اللي بتحب تمسك الموبايل كتير جدا. الموبايل بتاعي مسكته وحطيته في العلبه بتاعت الموبايل وحطيته في بلاستر واديته لوالدي وقلت له اتفضل يا حاج الموبايل ده ما تديهوليش غير بعد ما اخلص امتحانات. شغل اطفال وبلاستر وعلبه وكده، بس هو ده اللي جاب نتيجه. ما شلتهوش، وبعد شويه جيت قلت لا طب ما اخرجه النهارده يوم اجازه بقى وكده، ده عادي مش مشكله افتح. وهنا بالموبايل انا ما اقصدش مش تشيل الموبايل بتفتح التاب واللاب بس. هنا بالموبايل انا اقصد الفيسبوك والواتساب وكده. ومش بقول ان عشان تجيب مجموع كبير لازم تقفل الفيسبوك والواتساب وكده، لا، بس لو شايف ان دي حاجه بتضيع لك وقت وان انت متاخر في المذاكره او كنت ضايع زيي مثلا، فلا لازم تاخد الخطوه دي. فعلا مستقبلك اهم من اي بوست هتشوفه او اي حد هتكلمه. كنت قلت لنفسي ساعتها جمله انا مش ناسيها لحد دلوقتي، كنت قلت لنفسي الناس اللي انا هكلمهم على الفيسبوك او على الواتساب او البوستات اللي هشوفها او الخروجات او الحاجات دي كلها موجوده وهتفضل موجوده لحد ما اخلص ثالثه ثانوي، لكن الشهور اللي جايه دي لو راحت مني مش هترجع تاني، وثالثه ثانوي هتكون خلصت فعلا. فاول حاجه عملتها وكانت اهم حاجه فعلا ان انا قفلت الموبايل بتاعي. وبعد كده عملت تاني اهم حاجه شايف ان انا عملتها في ثالثه ثانوي، هي ان انا بدات اصحى بدري. انا كنت من الناس برضو اللي بتحب تنام كتير وكده، وانا شايف ان دي مشكله مش حاجه حلوه. ناس بتقعد تقول لك ده انا بنام 15 ساعه وبتاع وده كائن الباندا والكلام ده اللي بنسمعه ده. لا دي مش حاجه تفرح خالص النوم الكتير وكده. انا كنت شايف ان انا لما بدات اصحى بدري دي كانت نقله كبيره جدا، وخلت عوضت الفتره الكبيره الشهور الكتير اللي راحت مني في اول السنه، وخلت ال4 شهور دول بدل ما كانوا 4 شهور خليتهم 8 شهور. بس لازم عشان تصحى بدري لازم تنام بدري، لازم تاخد كفايتك من النوم. لو انت ما خدتش كفايتك من النوم وصحيت هتلاقي نفسك مش مركز، وهيبقى الصحيان بدري ده ما حققتش انت الفايده اللي انت كنت عايزها منه. فلازم تصحى بدري، لازم تاخد كفايتك من النوم. اول ما تصحى هتحس ان انت عايز تنام بقى وكده، بس مجرد ما بتقوم بالذات لو في البرد، يعني دلوقتي في البرد وكده ربنا معاك، انا برضه بصحى بدري والله. فهتحس ان انت مش قادر تقوم من السرير والكلام ده، بس بمجرد ما تقوم وتمسك الكتاب وكده او تغسل وشك خلاص احساس النوم ده بيروح منك. فعملت الحاجتين دول وبدات انظم وقتي واشد في المذاكره يعني كان من ساعتها من شهر 1 تقريبا. وعملت حاجه جميله جدا ان انا بدات اشجع اصحابي على المذاكره. بدل ما كنا كلنا مصدر احباط لبعض، لا انا بدات اشجع اصحابي على المذاكره، ويلا انا ذاكرت الحته دي النهارده، طب يلا يا جماعه نذاكر الحته دي مع بعض كلنا. اوعى تفتكر ان اصحابك لما يبقوا فاشلين وانت ناجح وانت بتذاكر وكده ان دي حاجه كويسه، بالعكس ده انت وان انت هتطلع الاول عليهم، لا بالعكس ده انت لما تذاكر وتخليهم هم كمان يذاكروا، ده بالعكس ده بيخليك تحسن من نفسك اكتر واكتر،
وبيساعدك اكتر على المذاكره. حتى لو هتلاحظها لو كل اصحابك شاطرين هتلاقي نفسك دايما بتلاقي نفسك عايز تذاكر وعايز تبقى احسن. فدي كانت حاجه كويسه جدا عملتها في ثالثه ثانوي، واصحابي فعلا بيحولوا من مصدر احباط ليا، لان كلنا بنشجع بعض وكلنا بنساعد بعض على المذاكره. عملت الحاجات اللي فاتت دي وشديت في المذاكره فعلا في ال4 شهور دول لغايه اما وصلت لفتره شهر 5 فتره المراجعات. انا فعلا كان في مواد كنت ذاكرتها مذاكره انا شايف ان المذاكره دي انا ما كنتش هقدر اذاكرها في السنه كلها، وعملتها في ال4 شهور دول بس. صحيان بدري فعلا ساعدني جدا جدا، ما كانوش 4 شهور، كانوا بالنسبه لي سنه كامله. وبس الصراحه كان في كده يعني في مواد كان ناقصني فيها شويه حاجات، بالذات كانت ماده الاحياء البيولوجي كانت صعبه وطويله شويه، ما كنتش ذاكرتها وراجعت عليها المراجعه اللي هي 100%، بس قلت خلاص ده مش هخلي ده بقى يحبطني وهركز. وكان ساعتها وصلت لمرحله اللي هي خلاص الماده قبلها اسبوعين او كده اللي هو خلاص مذاكره كل ماده، فقلت لا خلاص ده مش هيحبطني وانا هركز في كل ماده لوحدها وربنا يسهل بقى في الامتحانات. وبدات الامتحانات وكان اول اسبوع فعلا من اسبوع صعب عليا. انا كنت حليت كويس بس ما كنتش حليت الحل 100% اللي هو انا كنت عايزه، فاحبطت شويه. وكمان كنت سمعت من صحابي ناس قالوا لي ان هم ده احنا في ناس غش، ده احنا غشينا الامتحان كله وهنقفل الامتحان وكده، فاحبطت شويه. وبعدين قلت لا انا مش هضيع تعبي في الشهور اللي فاتت دي كلها وهعمل اللي عليا في الامتحانات اللي جايه، والنتيجه دي بتاعت ربنا. وعدت فتره الامتحانات فعلا كانت صعبه، واتعدت لي ساعتها انا السنه بتاعتي اتعدت لي امتحانات 3 امتحانات كانوا من اصعب 3 امتحانات عندنا. فتره كانت صعبه، بس كنت احسن حاجه كنت بعملها في ثالثه ثانوي في الامتحانات ثالثه ثانوي ان انا كنت ببدا يعني بعد ما اخلص الماده خلاص الماده دي بمجرد ما بخرج من اللجنه الماده دي انتهت بالنسبه لي، ولا براجع ولا بقف مع ناس بتراجع ولا اي حاجه. مش هتمسك كتاب الماده اللي بعدها وانت خارج من اللجنه يعني مش هتبقاش افراح يعني، بس روح نام وكل حاجه وبعد كده ذاكر الماده اللي بعدها. بس خلاص انت بمجرد ما خرجت من اللجنه الماده دي انتهت بالنسبه لك تماما، انتهت بالنسبه لي تماما، واتمنى تكون تعملوا انتوا كده برضه. وخلصت الامتحانات وبعد كده فتره النتيجه. انا بصراحه كنت حالل كويس بس ما كنتش متفائل قوي، والصراحه والدتي هي اللي كانت متفائله جدا وتقول لي انا واثقه فيك وواثقه ان انت هتجيب مجموع كبير وكلام كده. قلت لها يا حاجه انت جبت الثقه دي كلها فيا منين؟ مش عارف. وفعلا جبت 98% وشويه بعد ما كنت زي ما انتم كنتوا شايفين كنت فعلا ضايع نص السنه الاولاني. واكتشفت بقى يعني فعلا ان عرفت من صحابي ان الناس اللي كانت بتقول ان هي غشت الامتحان كله وهتقفل وكده محدش فيهم عدى 90%، وان المواد اللي غشوا فيها وقفلوا فيها وكده هم ما قفلوش فيها يعني بس جابوا درجات عاليه فيها، جم في مواد ثانيه لقوا نفسهم ناقصين بزياده، ناقصين درجات كتير هم مش عارفين ناقصينها في ايه. سبحان الله المواد اللي هم غشوا فيها وجابوا فيها درجات عاليه نقصوا الدرجات دي في مواد ثانيه هم مش عارفين هم نقصوها ليه. اكدت ساعتها وقلت الحمد لله، وعرفت ربنا عادل جدا. بعد كده بعد فتره النتيجه والصراحه يعني فرحتي بالنتيجه نفسي كلكم تحسوا بالاحساس ده. كان احسن احساس فعلا حسيته في حياتي من ساعه ما اتولدت لغايه دلوقتي، فرحتي بالنتيجه وفرحه الناس اللي فعلا الناس اللي فرحوا عشاني. دي كانت احسن احساس صراحه حسيته في حياتي، ان شاء الله كلكم تحسوه. وبعد كده جت فتره التنسيق. الصراحه فتره التنسيق انا شايفها مش سهله، مش معنى ان انت جبت مجموع كبير ان انت تدخل طب وهندسه وكده، لا اقعد فكر وشوف اولوياتك وشوف انت بتحب ايه، واوعى اوعى اوعى تدخل كليه انت ما بتحبهاش. ادخل الكليه اللي انت بتحبها، دي نصيحه مني ومن اي حد في جامعه. انا اعرف ناس فعلا في طب وهندسه ومش حابين الكليه خالص ومجرد بينجحوا فيها بس كده وخلاص ومش شاطرين فيها، ويعتبر في حاجات كتير مش فاهمينها هم محتاجينها. وفي ناس كمان بتقول ده انا بعد ما اتخرج هشتغل شغلانه ثانيه غير الكليه اللي انا فيها طب وهندسه. طب انت ليه ضيعت من حياتك
7 سنين في طب ولا 5 سنين في هندسه عشان مجرد انت دخلت كليه انت ما بتحبهاش، ما تدخلش كليه عشان الناس شايفاها حلوه او حد قايل لك ان الكليه دي حلوه او كده. لو اهلك عايزينك تدخل كليه معينه هم عندهم نظره لقدام وشايفين كويس، بس حاول تقعد معاهم وتقنعهم ان الكليه دي انت بتحبها، وهم لما يشوفوك ناجح بعد كده هيعرفوا ان انت كنت صح فعلا، وان انت يعني بتتحمل فعلا نتيجه قراراتك. حاجه اخيره، انا كنت بستغرب فعلا من الناس اللي كانت بتدخل اللجنه اللي عامه الخوف والتوتر بتاعها زياده قوي. هو طبيعي ان انت هتكون خايف ومتوتر شويه، الحاجه اللي هم البسيطه دول كويسين على فكره، ان انت مدرك اهميه اللي انت فيه مش مكبر دماغك بقى وكده. بس القلق والخوف اللي هم العاديين، في ناس فعلا الخوف والقلق دول بيزيدوا، ودول حاجه غلط جدا بالذات وانت داخل لجنه الامتحان. كان في علم النفس كان الدكتور ابراهيم فيلا الله يرحمه كان قال في واحد يبقى مذاكر كويس جدا وهو داخل وشايف ان هو مذاكر وهو فعلا مذاكر، بس مجرد ما يدخل اللجنه وكده القلق والتوتر بيزيد ويبدا ان هو خايف ومتوتر، ويبدا ساعتها العقل العاطفي ساعتها بيشتغل، والعقل العاطفي لما بيشتغل بيفرز ادرينالين في الجسم، وده ساعتها بيحسسك ان انت متوتر وان انت بتترعش وكده. والعقل العاطفي ده عنده طاقه بيدافع، ما عندوش معلومات، فتلاقي نفسك مش فاكر حاجه. الحته دي انا مذاكرها بس انا مش فاكرها، وتيجي بتحصل كتير مع ناس فيهم، وتيجي لما تخرج من اللجنه تفتكر حاجات انت كنت ناسيها جوه. ايه بقى؟ لان الخوف والتوتر والقلق دول راحوا. فالحل ان انت تبعد عن اي مصدر توتر او قلق قبل الامتحان وانت داخل اللجنه. نفس كويس، ابدا حل الاسئله اللي انت عارفها كويس. لو مثلا السؤال الاول انت مش عارفه ما تقفش عنده بقى وتقول لا ده انا هفكر فيه ولازم اجيبه وبتاع، ده انا الحته دي مذاكرها. لا، ابدا حل الاسئله اللي انت عارفها كويس، لان ساعتها العقل التحليلي بيشتغل. والعقل التحليلي بمجرد ما تبدا تحل الاسئله العقل التحليلي بيشتغل. العقل التحليلي ده هو ده اللي عنده المعلومات. فهتلاقي نفسك بعد ما حليت الحاجات اللي انت عارفها، لو في حاجه انت ما كنتش فاكرها لما ترجع لها هتلاقي نفسك افتكرتها. واخيرا مش مهم بالنسبه لي ان الناس تسقف بقى وتقول احنا استفدنا جدا من اليوم ده وسمعنا معلومات ونصايح كويسه وكده. انا المهم بالنسبه لي الناس تطبق كل معلومه هي استفادتها او سمعتها او نصيحه مني او من الناس اللي هتتكلم بعدي، وتطبقها فعلا على ارض الواقع. ساعتها هيكون الهدف بتاعنا هو اتحقق فعلا. واتمنى ان ربنا يجعلني سبب في ان حد فيكم يوصل لحلمه وهدفه. شكرا لكم.